طيب بسم الله هنتكلم دلوقتي على الموبايل دينتال موشن جرافيك. الموبايل دينتال موشن جرافيك يعني طيب احنا هنتكلم دلوقتي ان شاء الله على الموبايل دينتال موشن جرافيك، ودي طبعا حاجه مختلفه تمام عن اي حاجه احنا دايما بنشوفها. يعني دايما احنا بنسمع ان الموشن جرافيكس ما بيحصلش غير من على افتر افكت، ودي طبعا يعني حاجه هتبقى بالنسبه لنا او بالنسبه لكم ان شاء الله هتكون طفره كبيره جدا. تمام، وحاجه زي كده بتميزني فعليا عن اي زميل تاني بيعمل موشن جرافيك من خلال افتر افكت. تمام، بالاضافه ان انا يعني بعمل جزئيه الافتر افكت، فاذا انت حابب انك يعني تعلى بالليفل اكتر من كده، فممكن ان انت ان شاء الله باذن الله يعني تاخد معانا مع فوتوبونتكس ان شاء الله باذن الله الكورس بتاع الموشن جرافيك، ولكن من خلال الايه الافتر افكت، يعني اذا عايز تعلى بالليفل اكتر من كده. فخلونا نبدا الاول كده بانفو. تمام، وهي هل الموضوع اصلا ليه قيمه ولا لا؟ تمام، الاجابه هو طبعا ليه قيمه. وده ليه؟ قال لك لان هو هيميزك عن غيرك. يعني مثلا دلوقتي كده هيخلي ليك فرصه شغل احسن، تمام، بالنسبه او بالمقارنه يعني بزمايلك. يعني اذا انت جيت تمت المقارنه بينك وما بين زميل ليك تاني في مثلا الشغل، هتلاقي ان الفرصه بتاعتك انت هتبقى احسن واعلى. ليه؟ لان دايما اي حد هيبدا ان هو يشغلك هيقول لك انت هتفرق ايه عن باقي زمايلك، او هتبتدي ان انت تدينا ايه مختلف عن زمايلك. فطبعا حاجه زي كده هتبقى نقطه بوينت ليك يعني او في صفك. تمام، تاني حاجه وهي ان انت تقدر انك تعمل ماركتنج للحالات بتاعتك. تمام، مش هتضطر مثلا انك تروح بعد ما تخلص الكيس وتبقى الكيس عظيمه جدا وان انت محتاج انك تعمل لها برزنتيشن بشكل كويس، وعلشان تجذب الناس وعشان تجذب البيشنتس وزمايلك الدكاتره، فطبعا انت هتبقى اللي هتعمل ده بنفسك. وطبعا حاجه زي كده لما تعملها بنفسك هتبقى احسن بكتير جدا جدا من ان حد تاني هو اللي يعملها لك. تمام، والنقطه الثالثه وهي الفريلانسنج، يعني الفلوس. هتقدر من خلال الموضوع ده يدخل لك دخل بالاضافه الى كونك دكتور اسنان. تمام، طيب الحاجه الثانيه هنتكلم عليها، وايه هي الامكانيات اللي احنا محتاجينها علشان نبدا الموضوع ده من خلال الموبايل. حقيقه الامر هو ان شاء الله باذن الله اي موبايل هتقدر انك تشتغل بيه، ولكن اهم حاجه لازم يكون الرامات بتاعته اكتر من 4 جيجا رام. تمام، دي بس نقطه ايه سريعه. طيب البرامج بتاعتنا اللي احنا هنبتدي ان احنا نشتغل عليها من خلال الموبايل، تمام، عندنا اتنين برامج. الاولاني هو كاب كات برو، تمام، والتاني هو الالايت موشن. والحقيقه ان الاثنين علشان ينزلوا ويكون فيها الفيتشرز كامله، اما بطريقتين. الطريقه الاولانيه اما ان عن طريق ان حضرتك بتنزله كراكد فيرجن، تمام، وده هيبقى موجود على الاندرويد بس، مش هيبقى موجود على الايفون، علشان الايفون والسيستم سيكيورتي بتاعته بيمنع ان اي حاجه متكركه تنزل عليه. طبعا جزئيه الكراكنج، يعني انا بقول دلوقتي قدامكم ان حاجه زي كده انا حرفيا ما اعرفش اذا كانت حلال ولا حرام، ولكن يعني اذا هتدخل من خلالها دخل يستحسن انك تكون دافع فلوس في البرامج دي، لان دي الطريقه الثانيه، وانها تدفع اشتراك شهري للبرامج دي، تمام، علشان يديك الفيتشرز بتاعتها. لكن انت ممكن ما تاخدش الفيتشرز دي عادي جدا وتنزل البرامج دي بالشكل الطبيعي والشكل العادي جدا، سواء اذا كنت ايفون او اندرويد. وهيتم عندك نقطه مهمه جدا، الا وهي ايه بقى؟ ان هنا هتبدا انك تشتغل عادي من غير ما يكون عندك الفيتشرز دي كلها. بس يعني انت هتعمل من الاخر شغل سيمبل لو انت محتاج انك تماركت لنفسك بس. لكن لو عايز تدخل بقى فلوس، يبقى حضرتك يستحسن انك تدفع فلوس، ما تنزلش الكراك فيرجن، تمام، علشان احتمال ان يكون حرام نسبه كبيره جدا. لكن في الحقيقه انا ما اعرفش، ولكن انا ببرأ يعني ذمتي قدام ربنا في النقطه دي. ندخل على الجزئيه الثانيه وهي شرح البرنامج. البرنامج زي ما حضراتكم شايفين بيجي بالشكل ده كده. تمام، طيب بيبقى عندنا لو احنا جينا نشرح، عندنا هنا دي كده الهوم، تمام، وهنا دي التوتوريال لو انت عايز تبص على فيديوهات ناس عملت موشن. تمام، ولكن هنا بتكلم على الموشن بشكل عام. تمام، توتوريالز مثلا انت تقدر تستخدم الايفكت ده ازاي والكلام دي كلها، ولكن طبعا ده مش للدنتال موشن جرافيك، ده للموشن العادي. تمام، بعد كده عندنا هنا البروجكتس بتاعتنا. تمام،
البروجكتس بتاعتنا دي وانس ان حضرتك عملت الفيديو بتاعك بيبدا ان هو يتحفظ هنا بشكل تلقائي حتى اذا انت ما عملتلوش سيف. تمام. بعد كده جزئيه التمبلت دي، ودي لما مثلا زي جزئيه الايه زي الكاب كات كده او التيك توك بيبدا ان هو يعمل لك تمبلتس. تمام. ودي لكن علشان لو انت عايز تجيب مثلا فيديو وتروح جاي مدخله فيبدا ان هو يقطعه لك ويحط لك اغنيه وهكذا، دي بتبقى تمبلت برضه نفس الكلام محفوظه هنا. نبدا نتكلم على البرنامج بقى لما نيجي نتكلم عليه ان شاء الله وندخل كده. اول حاجه بيبقى عندنا علامه اللي هي الايه الزائد دي، بنبدا ان احنا نضغط عليها. تمام. بعد كده بيظهر لي الواجهه اللي حضراتكم شايفينها دي، بروجكت واليمنت. تمام. الاليمنت دي احنا بنستخدمها لجزئيه ال 3 دي. تمام. وطبعا هنا في البرنامج ده بيدي 3 دي ولكن فيك 3 دي. يعني ايه فيك 3 دي؟ يعني مش مجسم بالشكل الطبيعي. تمام. وده هيبقى ادفانسد ليفل، وكمان يعني ايه ان شاء الله باذن الله هيكون قدام. فخلينا نرجع للواجهه بتاعتنا العاديه اللي احنا نشتغل عليها وهي البروجكت. البروجكت دي الاسماء بتاعتها بتختلف. في برامج بتلاقي فيها بروجكت، في برامج بتلاقيها اسمها كومبوزيشن. وطبعا احنا بنقول عليها كومبوزيشن ليه؟ بنقول عليها كومبوزيشن لانها مكونه من مجموعه لاير. اللايرز دي لاير على لاير على لاير تبدا انها تديني كومبوزيت. تمام. فعشان كده بنقول على بعض البرامج بتسميها كومبوزيشن، زي مثلا افتر افكت فعليا بيقول عليها كومبوزيشن. تمام. طيب بعد كده هنتكلم على الواجهه بتاعتنا اللي احنا هنستخدمها. عندك من 16 و9 اللي هي الاولانيه دي، ودي بتاعه الايه بتاعه اليوتيوب، لكن الثانيه دي بتاعه الريل، لكن اخر ثلاثه دول هم بتوع الايه الانستجرام. تمام. احنا طبعا هناخد الواجهه بتاعه الريل اللي هي اللي موجوده دي. بعد كده هنبدا نتكلم على الريزوليوشن، لازم تكون 1080 ما تعليش عن كده علشان ما يحصلش كومبريشن اكتر من اللازم، وبالتالي الايه الفيديو بتاعك هيكون مش احسن حاجه. بعد كده الفريم ريت. الفريم ريت دي نقطه مهمه جدا جدا. تمام. عندنا 12 15 الى اخره، ولكن احنا لا وكمان في 60. تمام. لكن احنا هنبدا ان احنا نشتغل على ال 30. طب ليه بنشتغل على ال 30 فريم بير سكند؟ قال لك لان الفريمات تمام اللي العين تقدر ان هي تلاحظ ان الفيديو اللي بيتعرض عليها ده يعتبر فيديو، لان احنا عاملين فيديو من خلال صور. تمام. لازم يكون 30 مش اقل من كده. لو اقل من كده هتلاقي الدنيا مش سموث، هتلاقي فيه ريندرنج تمام بيحصل، هتلاقي فيه لاجنج بيحصل، فالعين هتلاحظ ان ده مش فيديو. تمام. طيب نقطة تانية للفريم. الفريم لو احنا جينا اتكلمنا هو بيقول لك 30 فريم بير سكند، يعني ثانية الواحدة بتعادل 30 فريم. يعني لو جيت قلت لك 10 20 فريم، اللي بعديها مش هقول 30، لا اللي بعديها هقول 1 سكند. تمام. طيب نقطة مهمة جدا وخلي بالكم منها. بعد كده هنيجي نتكلم على الايه الباك جراوند. طبعا عندنا الوان كتير جدا ولكن احنا هنختار البلاك باك جراوند. بعد كده بنبدا نعمل كرييت بروجكت. بعد ما عملنا الكرييت بروجكت تقدر انك تسمي البروجكت بتاعك من هنا زي ما حضرتك شايف كده. تمام. مثلا انا هسميه استاتيك مثلا كيس. تمام. طيب بعد كده عندنا العلامه دي. تمام. تقدر انك تعدل تقدر انك تعدل البروجكت بتاعك مره ثانيه ولكن من جوه. تمام. طيب بعد كده عندنا الجزء ده، وده اللي من خلاله تقدر انك تعمل اكسبورتيشن للايه للفيديو بتاع حضرتك. تمام. طيب بعد كده هنبدا ان احنا نتكلم على البروجكت بتاعنا في الفيديو اللي جاي.